لما بنسمع كلمة برياني نفكرها إنه كتير صعبة. إن شاء الله رح أقدم لكم إياها بوصفة سهلة وبسيطة. يلا تابعوا معي. بالبداية قليت البصل مع البهارات الصحيحة، القرفة والهال والقرنفل، حبتين ثلاثة وبصلاية وحدة. رح أضيف اللحمة. بتكون لحمة بعظمة، بتكون لحمة ما تكون بعظمة، يعني عادي، كله بصير. رح أضيف حبتين ثلاثة بندورة قطعتهم وأحرك منيح. هلأ بدي أضيف التوابل. عندي معلقة كبيرة من الكاري، ومعلقة كبيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من بهارات المسلة هي اختيارية، ومعلقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، أو إذا زنجبيل أخضر عادي ما بسر. وعندي سنين ثلاثة من الثوم المهروس. ضفت مية بندورة حلوة، حركتهم منيح. رح أضيف تقريبا نص كوب من اللبن، وأحرك منيح. عن جد لما بنسمع كلمة برياني بنفكر إنه كتير صعبة وبدها مكونات، ولا أبسط من هيك. مثل ما حكيت، مسلة الدجاج مش مهمة. أهم خطوة لما بتكون تضيفوا المي، حاولوا ما تكتروا مشان الرز ما ينخبص، لأنه بالنهاية رح نرجع نطبخ فيها الرز. هون رح أسلق الرز. رح أحط المي بس تغلي، وأحط الرز بقلبها مدة 7 دقايق مش أكتر. انتبهوا على المرحلة، وأعيفه على نار عالية كأنه عم أسلق معكرونة. رح أحركه منيح. شايفين كيف عم بنفس الطنجرة؟ لأنه أنا عم بسلق اللحمة بطنجرة الضغط. شايفين هون عندي؟ رح أضيف الرز. فيكن انتوا تشوفوا من هاي المرحلة إذا كترت عندكم المي تشيلوا شوي بالصحن وتاكلوها جنبها، بتصير صلصة ولا أطيب. حاولوا ما تكتروا مي أبدا مشان ما ينخبص الرز. هون حطيت ملونات للون الأصفر. خطوة اختيارية ما في داعي لها. رح أقلي بصل عشان أحطه على الوش أكرمله. هلا بدي أعمل الصالونة. حبة بصل، حبتين ثلاثة بندورة أقليهم، وحبة جزر أقليهم مع بعضهم. وإذا عندكم حبتين لومي ضيفوهم كمان، وملح طبعا حسب الرغبة. رح أضيف مية البندورة الحلوة وأخليهم يتركوا يغلوا مع بعض. عندي هون الحمص والزبيب وشوي من توابل المسلة أو أي توابل برياني عندكم، أحطهم على الوش. بيطلعوا كتير طيبين، وصحة وهنا. وهيك الوصفة صارت جاهزة. عن جد بتجنن، ولا أطيب من هيك. رح رح أضيف عليها الحمص والزبيب اللي قليناهم سوا. وهيك وصفتي جاهزة وصحتين.